عارفين الفرق بين الولد ده وبين اولادنا ايه يا جماعه؟ شايفين الفلو؟ الولد ده مش بس بيتحرك، ده بيرسم لوحه في الجو. قبضه ايده اللهم بارك ورشاقه، دي اكيد مش جايه من الهواء، دي سنين تدريب. انا عارف ان اول لما بتشوف فيديوهات زي دي اول حاجه بتيجي في بالك يا بخت اهله بيه، نفسي ابني يكون زي الولد ده. بس خليني اقول لك الحقيقه اللي بتوجع، احنا بنسيب ولادنا يتفرجوا على الابطال دول من ورا الشاشات بالساعات، وبنفكر ان النادي لوحده هو اللي بيصنع البطل ده. السر يا جماعه مش في الساعتين بتوع التمرين، السر في البيت. الولد ده اكيد في بيته عقله، حبل، مواسير بتعلق عليها. البطل بيتبنى في ال 22 ساعه بره النادي. عشان كده انا قررت اساعدكم تحولوا طاقه الموبايل لحركه حقيقيه. في كورنر جيم نصنع لكم ادوات نينجا وجمباز خشبيه احترافيه تركبها في ركن صغير في بيتك. ابنك لما يرجع من التمرين بتاعه سواء بيلعب بوكس او جودو او مصارعه يكمل تاسيس للمستقبل بتاعه. خليش ابنك مجرد مشاهد، خلي ابنك هو البطل اللي الناس بتعمل عليه رياكت. ابعت لي رساله وجهز ركن البطل بتاعك في البيت.